انا نفسي اعرف التين الشوكي ما بيطلعش ليه في السنه 10 مرات 20 مره يا جماعه. انا بستناه يطلع من السنه للسنه عشان اعمل الفكره دي، ما بستغناش عنها ابدا. فكره جديده هتشوفوها تجنن. ولادي بيستنوني اعملها وبيفرحوا بيها قوي لما بعملها، بتغذيهم جدا وطعمها يجنن، وهو ده وقتها بصراحه. علي بقى شوفي الفكره دي بالمانجا والتين، هنعملها في البيت بقى احلى واوفر واطعم كتير جدا، وهتفرحي ولادك والبيت كله. يلا بينا بقى كده نجيب المانجايه. بعد ما قطعنا التين هروح جايبه المانجايه مفضياها، ويا سلام لما تكون بقى مانجايه سكري، وطبعا المانجا السكري مفيش اكتر منها، والمانجايه دي مستويه زي ما انتوا شايفين كده. هنفضيها كده تتفضى معايا بكل سهوله، اللحم بتاعها وحتى البذر كمان مش هنسيبه. بصوا بقى هنعمل ايه في البذر. بنزل كده المانجا من عليه بالمعلقه، بتنزل بايه بسهوله علشان خاطر هي مستويه. بجيب شفشق الخلاط، بنزل بالتين الشوكي وبنزل بالمانجايه اللي انا فضيتها، وبروح نازله عليهم بكوبايه من الحليب ساقعه، كوبايه من الميه الساقعه. بعد ما نزلت بالميه الساقعه والحليب الساقع هجيب نص كوبايه من السكر هنزل بيها عليهم كوبايه من الزبادي، علبه واحده بس عشان تديني القوام اللي انا هوريهولك دلوقتي. يلا بينا نضربهم في الخلاط مع بعض. بجد من اطعم واحلى المشروبات الصيفي اللي هتعمليها لاولادك، ترتب على قلبهم ويغذيهم، وحاجه كده بجد كريمي وطعمها يجنن. عصير التين الشوكي مع المانجا دايما بحب اعمله بالطريقه دي، كانك بتشربي زبادو بالظبط. ميكس زبادو يجنن. طبعا بصفيه زي ما انتوا شايفين، البذر اهو كله خلاص في المصفى. تمام. يلا بينا بقى نجيب عندنا اي دورق ننزل بالعصير بتاعنا كده. بصوا يا جماعة القوام عامل ازاي، وساقع بقى ويجنن. يعني متخيلة شكله، طعمه بقى طعمه احلى واحلى ومغذي جدا 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 لاولادك. بقى لو في حد من ولادك مش بياكل وتعبك، شربيه الكوباية دي وادعيلي، هتغذيه جدا. يلا بينا ندوق بقى الميكس الحلو ده. فين بقى يا جماعة عشاق التين الشوكي؟ ينزلوا بسرعة في الكومنت يحطوا لي كومنت حلو زيهم.